ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. خطوة جت متأخرة شوية، وهي فكرة ان انا بقالي فترة كبيرة جدا بفكر ان انا اعمل حبة فيديوهات اتكلم فيها عن تجارب وخبرات، اتكلم فيها عن الحرب اللي بيخوضها كل واحد فينا ما بينه وما بين نفسه علشان خاطر يبقى انسان افضل. انا عارف ومقتنع تماما وشاركك في الرأي ان رحلة التغيير صعبة جدا. هو اي حد فينا بيحاول كل يوم يصحى من نومه وان هو يكون انسان مختلف، الموضوع بيكون صعب عليه قوي قوي. النهاردة انا مش جاي اتكلم معاك بدوري ان انا هقول لك كلام تنمية بشرية ولا كلام ان انا بنظر عليك او كل الكلام ده كله. انا جاي النهاردة اقول لك ان انا زي زيك في ان انا بحاول. عندي حاجات كتير جدا انا عملتها والحمد لله نجحت فيها، وعندي حاجات كتير جدا عملتها وللأسف فشلت فيها، وفي حاجات انا بدأتها ومعرفتش ان انا اكملها. انا حد مر بتجارب يمكن تكون كتيرة شوية ويمكن انت تكون اكتر مني، بس انا بحاول على الاقل اشاركك باللي انا اتعلمته من خلال التجارب اللي انا مريت بيها. حد بيقع بيحاول كل يوم ان هو يتعلم حاجة جديدة، واكتشفت مع الوقت ان واحدة من اكتر الحاجات الصعبة هي فكرة ان احنا نحاول ان احنا نغير نفسنا. لان طول الوقت بحاول ان انا اكون انسان افضل، طول الوقت بحاول ان انا اتعلم عادات جديدة. شوية بكمل شوية مش بكمل، شوية للأسف ما بقدرش ان انا اغير. لذلك طول الوقت كان عندي تفكير ان انا حابب اعمل عدد من الفيديوهات اطلع فيه اشارك مع حضراتكم جزء من رحلة التغيير. وده هعتبره نوع من انواع ان انا بلزم نفسي قدامكم ان انا هعمل ده، وفي نفس الوقت بشجعكم ان احنا نكون مع بعض كلنا بنحاول ان احنا نبدأ رحلة التغيير. فلو افترضنا مثلا فرضا ان رحلة التغيير دي هتكون مثال 3 شهور بعدد 12 اسبوع، ان احنا كل اسبوع هنختار عادة معينة نشتغل عليها. يعني هنختار عادة معينة نحاول نلتزم بيها. كل واحد فينا طبعا هيختار العادة اللي هو حابب يبدأ بيها او العادة اللي ناقصاه. فلو مثلا انا اتكلمت عن نفسي، انا اول حاجة يعني احاول اكون ملتزم بيها هي التصوير. لان انا بقالي فترة كبيرة جدا محتاج ان انا اكون بعمل فيديوهات. بيكون عندي طول الوقت ان انا بحتاج وبفكر ان انا اطلع اعمل فيديوهات واحاول اشارك الناس بالمعلومات اللي عندي، حتى لو هتفرق مع الشخص اللي بيتفرج على الفيديو ده ولو 1%. فللأسف شوية تسويف على شوية مانيش فاضي على ان انا بمشي مرة ومرة ما بلتزمش، فالدنيا مش بتبقى افضل حاجة. لذلك جات لي فكرة ان انا اعمل فيديو بشكل اسبوعي. كل مرة في الفيديو ده هختار عادة معينة هحاول ان انا التزم بيها معاكم وقدامكم، وهاجي بعد الاسبوع هقول لكم وهشارككم ايه اللي انا قدرت اعمله في العادة دي. هل انا عرفت فعلا التزم على مدار الاسبوع ده ولا ما عرفتش؟ طيب انا ما عرفتش ليه؟ ولو عرفت ليه؟ يعني هقول برضو ايه المميزات وايه العقبات اللي قابلتني في خلال الاسبوع ده. وهتكون اول عادة هختارها معاكم هي عادة ان انا احاول اكون ملتزم بموضوع تسجيل الفيديوهات بشكل اسبوعي. طبعا اكيد زي ما حضرتك عارف العادة مش محتاجة اسبوع بس احنا بنحاول نبسط الموضوع. ان انا مثلا لو اخترت مثلا الاسبوع ده موضوع الفيديوز، الاسبوع اللي بعده اخترت مثلا عادة الصحيان بدري، فالحمد لله التزمت بيها الى حد ما، ده مثال. اللي بعده مثلا اخترت مثلا عادة البعد عن الموبايل والمشتتات، مثال. وهكذا. علشان كده عايزكم انتوا كمان تشاركوني في نفس الرحلة بتاعت التغيير، يعني برضو تحاولوا وتجربوا تعملوا زي ما انا هعمل. ان انتوا برضو كل حد فيكم يختار عادة معينة ويقرر ان هو يخلي العادة دي معاه طول الاسبوع.
لو انت بتتفرج دلوقتي على الفيديو، اختار عادة معينة في دماغك وقول مثلا العادة دي انا هبدأ فيها لمدة اسبوع، ولما يجي الفيديو التاني نقعد نشوف كل حد فينا وصل لحد فين. وانا من اتجاهي هشارككم باللي انا عملته، وهشارككم كمان ازاي حاولت وعرفت التزم، ولو ما التزمتش ايه الاسباب. تمام؟ يعني ده وده. كمان في حاجات كتير جدا ان شاء الله هتكون في السلسلة، ان انا هحاول اشارككم بعض الحاجات الكتيرة جدا اللي هي من ضمن العادات والاساليب اللي انا استخدمتها في حياتي وفرقت. حاجات منها عادات زي الاستيقاظ بدري، زي عادات تخص كتابة اليوميات، عادات تخص مثلا الرياضة، او ايا كان. يعني ايا كان العادات اللي انا عملتها وفرقت في حياتي هكون بشارككم بيها. هقول لكم برضو على بعض الاساليب والحاجات اللي انا بعملها تفرق معايا جدا، وهشارككم برضو الحاجات اللي انا نفسي اعملها وللاسف لسه مش قادر اعملها، وهحاول معاكم ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل ليها، ونحاول نحط خطة ونمشي عليها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى ان السلسلة دي تبقى مفيدة ليا وليكم ان شاء الله، وكلنا نحاول ان احنا نوصل لمرحلة افضل. وان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نبدا رحله التغيير مع بعض، اللي هي هفكركم تاني هتكون مكونه من 3 شهور، يعني 12 اسبوع. كل اسبوع هنختار عاده نمشيها مع بعض. انا اخترت العاده الاولى ان انا اقدر استمر على موضوع تسجيل الفيديوهات، وانتوا كمان هتختاروا معايا عاده وتحاولوا تلتزموا بيها. تمام؟ شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وهقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. شكرا.